لو تقرأين القرآن وتشوفين لم يمدح ربي الدنيا في القرآن نهائيا. الأشياء الموجودة اللي هي متع الحياة شيء مؤقت، ما يعطيك الراحة إلا كلام الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كل أمثال الدنيا في القرآن تحوم حول المبدأ مطر ينزل، الأرض تنتعش، وبعدين الأرض تصير صفراء، وبعدين الأرض تموت. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. زين للناس إيش؟ حب الشهوات، اعتبرها شهوات. إيش هي؟ زين للناس حب الشهوات. إيش هي؟ نساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هي هاي الدنيا، فلوس، شغل وممتلكات. طيب ربي إيش قال؟ ما قال هذا سيء، بقى إيش قال؟ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. طيب إيش هو حسن المآب يا ربي؟ الآية اللي بعدها قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وبعدين هذه بدل البيوت. طيب بعدين وأزواج مطهرة بدل الناس. طيب وبعدين الشيء اللي احنا ما له مثيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا، بقالي كتير ما صورتش فيديوهات، وما يعني عارفة اني مقصرة جدا في الفيديوهات، بس حقيقي اعذروني ما عنديش وقت خالص. حاسة ان انا برجع من الجيم مجهدة يا دوبك، يعني بعمل مهام البيت بالعافية، فمش قادرة اشارك معاكم حاجة. بس حبيت كده اعمل لكم فيديو كده فيه تجميع كل الحاجات اللي انا عملتها وانا يعني غايبة. بدأت معاكم الفيديو كده بأوديو جميل ولطيف دكتورة هيفاء يونس من البودكاست اللي انصحكم ان انتوا تسمعوها. بجد ست جميلة جدا جدا، وكلامها جميل ومريح، واسلوبها يعني بجد حلو وشيق. خليني بقى أبدأ معاكم كده الفيديو، هشرح لكم كل حاجة فيه. أول حاجة في الفيديو كان يوم كده خرجت فيه أفطر برا مع ناس صحابنا، وكان الفطار في كافيه على البحر في زووج اسمه قرنفل. مكان جميل بصراحة، حسيت ان البحر كان شكله حلو قوي، حتى لقطت لكم كده لقطات من البحر. الفطار كان حلو جدا جدا وطعمه حلو. كمان القعدة مريحة، سواء عايزة تقعدي او الدور او اندور، القعدة حلوة جدا. اللقطات التانية بقى كانت من صباح الجمعة، الفطار بتاع يوم الجمعة وكده. وهنا بقى كنت بوريكم البن وانا بطحنه. انا بطحنه في مطحنة البهارات عادي بتاعت الخلاط بتاعتي، عشان انا ببقى محتاجة البن طحنة وسط عشان يناسب المكنة بتاعت القهوة. فانا بطحنه طحنة وسط، مش ناعم ولا حاجة، وده اسبريسو. وهو جايلي من بره مصر الحقيقة، فانا بطحنه اول باول، يعني بعمل البرطمان اللي انتوا شايفينه ده بملاه وبستخدمه لغاية ما بيخلص، وبعد كده برجع اطحن تاني عشان يبقى البن طازة بطازة كده. وبصراحة طحن البن في البيت حلو جدا، اولا عشان بتكوني ضامنة ان انتي بتاخديه ده بن اصلا مش حاجة تانية، وريحته بتكون خطيرة كده، اللي هو بتدخل على المخ على طول، بتعمل كده ريفريشمنت وانتعاش للدماغ. بس فانا حبيت كده اوريكم انا بعمل ازاي البن بتاع المكنة وطريقتي فيه. ده بقى طريقة الرز بالخضار اللي انا بعمله. انا طبعا انتوا عارفين الصيف مش عايز واقفة في المطبخ خالص، عايز عارفين اكلات الحلة الواحدة، فانا بعتمدها بقى خالص اليومين دول. دايما كده يعني بصراحة ادخل المطبخ، انا عايزة اقول لكم ان الاكلة دي اصلا بعملها كل يوم تقريبا، يعني شبه كل يوم، يعني شوية بنوع شوية مكرونة باختلاف بقى اللحوم اللي بتبقى داخلة بقى في الأكل. ممكن مكرونة بالصدق، ممكن مكرونة وكبدة، ممكن رز بالخضار، ممكن مكرونة بالخضار، فراخ بانيه،
اسهل حاجة ممكن تتعمل تونة، رنجة. الرنجة بصراحة انا بجيبها كلها مرة واحدة، بنضفها واقشرها وكل حاجة وبخليها وبحطها في برطمان ازاز وبشيلها في التلاجة، ولما بحتاج بطلع منها. وبصراحة دي اسهل طريقة بالنسبة لي. انا عايزة اقول لكم كمان ان انا اوقات كتير جدا نفسي بتروح لها بالليل كده، فبجيب عيش واخد بالشوكة من البرطمان، احط بقى ليمون وطحينة واكل. احلى لحظة في الحياة. شوية بقى حاجة ساقعة. وبمناسبة الحاجة الساقعة انا بشرب نوع حاجة ساقعة اسمه توب. بصراحة ده الوحيد اللي لقيته طعمه حلو، وكمان منخفض السعرات، يعني هو سعراته قليلة لان هو من غير سكر. وطبعا مش مقاطعة، هو مصري. في انواع تانية زي ماكسي، زي دبل دير. الحاجات دي كلها انواع مش مقاطعة، عشان جالي كومنتات كتير على الفيديو اللي نزلته، اخر فيديو على الشورتس، وهو بتاع السلاش القهوة. وجالي كومنتات على النسكافيه، انتي ليه بتستخدمي نسكافيه مقاطعة وكده. والناس يعني انا اصلا قبل ما احط البواكي النسكافيه يعني وريتها كده للكاميرا ومكتوب عليها عماد افندي، واضحه وصريحه. انا دايما بذكركم وبذكر نفسي بالمقاطعه. فانا بستخدم قهوه سريعه الذوبان، اي نوع تاني غير نسكافيه، اي نوع غير المقاطعه. استخدمت نوع اسمه عماد افندي، واحيانا بستخدم احمد الشيخ، واحيانا بستخدم ابو عوف، وساعات بستخدم يوني كافيه، وساعات بستخدم كوفي بريك. فبستخدم كل الحاجة اللي مش مقاطعة، عشان خلي بالكم مش النسكافيه بس المقاطعة، لا كمان الكوفي ميكس، لان هو تبع شركة نسلة. وطبعا شركة نسلة احنا مقاطعين كل منتجاتها. يعني بصراحة كل منتجاتها، النسكويك بقى واي حاجة مكتوب عليها نسلة او انتاج نسلة بنقاطعها. ده بقى الفيديو اللي هو جالي عليه كومنتات المقاطعة. بعتذر عن صوت الألعاب النارية، عشان واضح ان في فرح او حاجة. بصراحة أسوأ حاجة في الدنيا، أسوأ حاجة في الحياة ممكن تعملها الألعاب النارية دي، يعني مفزعة، حقيقي مفزعة. والله أنا في رمضان من الرمضانات كنت بقوم مفزوعة بالليل على صوت الألعاب النارية دي والصواريخ دي. حقيقي يعني بجد يا جماعة ليه بتروعوا الناس؟ يعني هي يعني مش عارفة، أنا مش عارفة ايه فايدتها، يعني ايه الفايدة ان انا استخدمها؟ يلا الحمد لله على كل حال. بس هي فعلا صعبة، يعني من كام يوم كان في برضو حد بيعملها وكان فظيعة، صوتها جامد جدا مخيف، وانا بصراحة بترعب من صوتها. طيب تعالوا اقول لكم بقى انا عملت السلاش القهوه ده ازاي، وانتوا شفتوا في الفيديو طبعا اللي فات الرز انا عملته ازاي بالخضروات والخضار، ومش بحط له غير ملح وفلفل وبابريكا، فلفل اسود وبابريكا وبس، وبسيبه يتشرب عادي بطريقه الرز العاديه. السلاش بتاع القهوة عبارة عن ايه؟ بحط تلج. وانا في برضو جالي كومنت الخلاط ده عملي ولا لا؟ لا يا جماعة مش عملي. يعني لو انت هتجيبيه خفافي كده، الحاجات خفيفة وبسيطة، عندك طفل مش عارفة هتستخدمي له حاجات طرية بتاع، هو بيطحن الحاجات الطرية اكتر من كده. يعني بصي مش بيستحمل قوي، يعني هو بصراحة شحنه كويس، بيقعد حلو جدا، وسعره يعني مناسب مش وحش. بس بصوا يعني هو التلج فيه او اي حاجه ناشفه فيه بتضايق السكاكين بتاعته، فهتلاقيه يقف كده زي ما انتوا هتشوفوا كده. وانا هفضل اضرب فيه على مراحل، بس هو يعني ككل هو حلو. لازم ارجه كده عشان ابعد التلج عن السكاكين، وانا اصلا مكسره التلج قبل ما احطه. وطبعا يعني زي ما قلت لكم لازم حاجات طريه، فواكه طريه بقى، اي حاجه طريه هتلاقيه شغال معاكي كويس جدا وبيعمل العصاير حلو جدا. بس لو حاجه تقيله او كده لازم تقعدي ترجيه بقى كده عشان يشتغل معاكي. حطيت التلج وحطيت القهوه سريعه الذوبان، وكمان حطيت السكر، معلقه سكر، وحطيت كمان فانيليا واللبن.
بس كده ده السلاش القهوة. عايزة اقول لكم يا جماعة والله العظيم طعمه خطير، منعش جدا جدا في الحر، بيفوق بقى وبيعمل ريفرشمنت خطير. يعني بجد جربوه على ضمانتي، حلو جدا جدا. كل اللي عملته لهم عجبهم قوي. وده نحطه رقم 2 بعد الاسبانيش لاتيه وبعديهم الايس موك. ده كان فيديو النهارده. اتمنى ان هو يكون عجبكم. انا حبيت كده اعمل لكم فيديو سريع كده وخفيف، واشارك معاكم يعني الايام اللي فاتت كده الحاجات اللي لحقت اصورها. ويعني يا رب كده تنسونيش يعني. ادعوني بقى كده ان انا ربنا يوفقني واقدر ان انا انظم وقتي مع الجيم ومع البيت وكده، واقدر ان انا اصور لكم فيديوهات حلوه وافكار حلوه. لسه في حاجات عايزه اصورها لكم. انا صورت كمان مكنه الجريل وعملت فيها وافل، وعايزه ان شاء الله انزله لكم في فيديو لوحده. فان شاء الله تابعوا الفيديوهات الجايه. اشوفكم على خير. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناه لو ما اشتركتوش. و ما تنسوش بقى تقولي له رايكم في الكومنتات. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.